بمشاركة محمد صلاح، أرسنال يكتفي بالتعادل مع ليفربول ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي، رقمان تاريخيان لمحمد صلاح بعد هدفه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي. كسر نجم منتخب مصر الرقم القياسي لستيفن جيرارد مدرب الاتفاق الحالي في عدد المساهمات التهديفية في ملعب الإنفيلد في البريمير ليج مع نادي ليفربول، ووصل محمد صلاح إلى 121 مساهمة تهديفية ليتخطى جيرارد صاحب 120 مساهمة، وتخطى محمد صلاح النجم مايكل أوين ليصبح 10 أفضل هداف في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج. وسجل محمد صلاح هدفه رقمه 151 بقميص ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سابور مع باشاك شهير في الدوري التركي. بمشاركة منتخب مصر، كاف يعلن بث مباريات أفريقيا في 150 دولة. بديل أليو ديانج، الأهلي يستهدف صفقة عربية من الدوري المجري. يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض الرحيل المحتمل للمالي أليو ديانج نجما وسط الفريق. وارتبط أليو ديانج بمغادرة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل اهتمام بعض الأندية خارج مصر بالحصول على خدمات اللاعب. وكشفت تقارير صحفية عن ترشيح الدولي التونسي محمد علي بن رمضان المحترف في صفوف فريق فيرنتسفاروشي المجري تمهيدا لضمه في الشتاء المقبل. الزمالك يتحرك لضم مدافع زد في يناير. كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات محمد إسماعيل مدافع زد اف سي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويحاول مسؤول الزمالك إنهاء أزمة منع النادي من القيد من أجل إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الحالي. غيابات الأهلي أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري. ويفتقد النادي الأهلي جهود بعض لاعبيه خلال مشاركته في بطولة السوبر المصري بسبب الإصابات المختلفة. ويغيب عن الأهلي الثلاثي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم بسبب الإصابات، حيث لم يتواجد اللاعبين في قائمة الفريق بالبطولة. أحمد الطيب يسخر من برونزية إمام عاشور مع الأهلي. سخر المعلق الرياضي أحمد الطيب من إمام عاشور نجم الأهلي بعد الميدالية البرونزية التي حققها لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية. ونشر أحمد الطيب صورة لإمام عاشور وحسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب الطيب: بتعليمات من الخطيب كنت انتظر إهداء إمام عاشور ميداليته البرونزية وجائزة رجل المباراة للكابتن حسن حمدي بعد التتويج، كانت هتبقى في المقصة.